الخرسانه المقذوفه او الشوت كريت بنحتاجها في اعمال الترميم او الصيانه كتير. عباره عن ايه؟ خرسانه برضو بنقلها جوه خراطيم. الخراطيم دي متوصله بمضخات. المضخات دي زي ما انتم شايفين كده دورانيه اهي، بتزق لي الخرسانه وتعصرها جوه قطر صغير وتديها دفعه اكتر. بعد كده يجي الكومبريسد اير او الهواء المضغوط يدفع الخرسانه دي برضو اكتر، فترش لي الخرسانه دي بقوه دفع كبيره جدا. فباجي اعمل الفرم بتاعتي واحط الحديد، بعمل اتجاه واحد، مثلا عاوز اعمل حيطه فبعمل الشده بتاعتي وبعدين احط الحديد وبعدين اجي ارش الخرسانه بتاعتي دي خلاص لحد لما تعمل السمك اللي انا عاوزه. خرسانه بالدمك ما بدمكهاش، هي السرعه بتاعتها دي بتصب الخرسانه وتدمجها في نفس الوقت. ممكن اساوي بعد كده سطحها وتعمل لي ايه؟ الحيطه الخرسانيه بتاعتي. مقاس الحبيبات بتاعتها لازم يبقى مناسب لحجم الماسوره بتاعه الضخ دي. اكبر المقاس الاعتباري الاكبر للركام ما يزيدش عن تلت قطر الماسوره، بحيث ان الركام بتاعي ما يتحشرش جوه الايه؟ الماسوره. ونفس الحكايه دي برضو في الايه؟ البامب بتاع المضخات. مقاس الحبيبات بتاعه الركام بيبقى تلت ايه؟ ما يزيدش عن تلت قطر الماسوره. بستخدمه في اعمال الترميم والصيانه، ما بياخدش وقت. بضخ الخرسانه على طول وبساويها على طول.